حس حالي بالثابت. يلا صح، اذا بدي اقعد اناقش انا بدي بلش اولياء برمضان بدي اخلص على العيد. لو اجتك للخاص شو بتعملي؟ برد عليه بصورة. ما بحملها. رفيع عطب. شو؟ اي لانه بيجوني رسائل كثير، شو بدي ارد طيب يعني كانه هيك قضيان من الناس يعني عم تعاين. يسعد اوقاتكم متابعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. نحن اليوم بالحلقه الثانيه من برنامجنا الرمضاني سكبة رمضان. شكرا لكل الناس اللي علقت وتفاعلت، وعن جد تعليقاتكم بتكبر القلب، بتخلينا انه ننطلق بحماس. وبالفعل اليوم الفريق متحمس وراح نروح نستلم سكبتنا الرمضانيه من ملحمه ومعجنات الخطيب في شارع امين. لكن للحقيقه انا ورايح اسلم هاي السكبات وقفني صاحب مؤسسه بكره احلى السيد امين عبد السلام وقال لي انا حابب شارك معكم في جوائز ماديه وربح العالم. فكتبنا شويه اسئله وراح نربح اول 4 بيشاركوا معنا ونقول له رمضان كريم. وهو كمان حب يقول انه بكره احلى والقادم اجمل. روحوا لنشوف وتابعوا معنا هاي الحلقه وشوفوا شو موضوعها. بس على فكره في سؤال رح نساله العالم هو فيه خلاف، وانتم كمان كتبوا لنا بالتعليقات انتم مع المعايدات اللي بتجيكم باول رمضان، هاي الصوره اللي بيحددوها للكل وبيبعتوها، ولا ضدها؟ كتبوا لنا بالتعليقات وروحوا نشوف العالم شو قالت. وصلنا لفرن وملحمة الخطيب لناخذ السكبات، روحوا لنجيبهم. عندنا كذا سؤال عم ندردش فيهم مع العالم، تمام؟ قبل ما نروح لسؤال الجائزة، أول شيء عم نسأل العالم شو أكثر شيء بتحبيه برمضان؟ أجواء رمضان. شو مثلا؟ الأكل أول شيء. نعم. أكل رمضان. محبة الناس بالشوارع. نعم. تلاقي على طول رحمة وروحانية. العبادة والصيام والزكاة. نعم. طيب اليوم اجتك معايدات على رمضان. تمام. توصلك هاي الصور انت لحظة انت مع هاي الصور ولا ضدها؟ لا ضدها. كيف بتحب المعايدة تكون؟ كتابة. يكتب لك شيء يعني انه صديقتك او حدا بده يعايدك يكتب لك كتابة. يقول لك كل عام وانت بخير. طيب كيف اجتك صورة معايدة؟ الجروبات اكثر شيء بصراحه ما عديتهم. لا انا بحكي على الخاص، انه في ناس تحط تحديد كله بترسل. لا على الخاص ما اجاني. ما اجاكي منهم؟ على المجموعات بس. طيب لو اجتك للخاص شو بتعملي؟ برد عليه بصوره. تردي عليه بصوره. طيب هلا عددنا ربحتي معنا سكبة رمضان من فرن ومعجنات الخطيب. تمام. هلا معنا سؤال من مؤسسة بكرة أحلى، إذا جاوبتي عليه ربحتي مبلغ مادي مقدم مؤسسة بكرة أحلى. هاي 4 عزوبة، أنت نقي منهم لنختار لأنه كل صرف فيه سؤال. تمام. سؤال بيقول في أي عام هجري تم فتح مكة؟ راح أساعدك. العام السادس ولا العام الثامن للهجرة ولا العام العاشر؟ الثامن وربحتي معنا. عن جد؟ متفاجئ. وين الدراسة؟ مبروك عليكي جائزتك مقدمة من مؤسسة بكرة أحلى. رمضان كريم. اهلا وعليك يا رب. اليوم نحن عم نطلع نسأل العالم وندردش معه. طبعا هلا قلتي رمضان كريم لك سكبة من ملحمة وفرن الخطيب، تمام؟ اليوم هلا نحن اليوم عم نسأل العالم شو أكثر شيء بتحبيه بشهر رمضان؟ كل شيء، كل اجواء حلوه. أكثر شيء صلاة التراويح حلوه كثير. نعم. طيب طقس من طقوس رمضان غير العبادات الدينية، طقس اجتماعي. انه بكل الوقت كله بيتوحد كل العالم. نعم. بتفطر سوا، بتتسحر سوا، فالوقت كله بيتوحد. اليوم عايدتي العالم رفقاتك انت؟ وصلتك رسائل وعايدتيهم؟ اكيد. طيب تمام. في هاي الصورة اللي بيبعتوها، تمام؟ في صور بتكون جاهزة بيبعتوها معايدات. ما بحملها. ما انت ما بتشوفيها بنوم. كيف عايدتيهم انت طيب؟ كتبت رسالة جماعية وحولتها. ايه انه انت برايك هذا الشيء الاسلوب الصح؟ كل واحد له اسلوبه في الحياه. لا هلا في ناس رح بحكيك الصراحه، اليوم في ناس عم تتابعنا، ناس مع هذا الشيء انه تبعت رساله وانت تكتبها او تسوي اتصال، وناس ضد المشروع انه انت هاي الصوره انا ما رح اشوفها ولا رح ارد عليها. شو انت من انا وجماعه؟ انا من جماعه انه ما بحمل الصوره، برد انه دغري عباره. طيب تمام. هي سكبة رمضان من فرن وملحمة الخطيب، تمام؟ بشارع الله يعافيك. الله يعافيك يا رب. هلا معنا سؤالين.
سؤال وجواب. اسحبي احد الظروف، جائزته نقديه مقدمه من مؤسسه بكره احلى التجاريه. السؤال بقلب الظرف. سؤالك بيقول: من هو الصحابي الجليل الذي لقب بذي النورين؟ عثمان بن عفان. عثمان بن عفان، ومبروك عليك الجائزه شكراً. من مؤسسه بكره احلى التجاريه. حبيت اقول لك رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. شكرا لكم، يعطيك العافيه. شوف يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو أكثر شيء تحبه في رمضان؟ والله خير كثير الحمد لله، خاصة احنا الفقراء. نعم. خير كثير الحمد لله، مكيفين نجتمع مع بعض، ناكل مع بعض، نشرب مع بعض. اليوم معنا سكبة مقدمة من فرن معجنات الخطيب، طبعا هو حب يكون رمضان كريم. معنا سؤال وجواب، بتحب تشارك معنا؟ تفضل. السؤال بيقول: من هو شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما بعرف والله. ما بتعرف؟ لا والله. طيب هات لك شو؟ امرؤ القيس ولا المتنبي ولا حسان بن ثابت؟ ما بعرف انا، تبعت. ما عم ساعدك انا. خلص. طيب تعال نعيدهم مرة ثانية. امرؤ القيس ولا المتنبي ولا الصحابي الجليل حسان بن ثابت؟ ابن الغيث. أو كيف امرؤ القيس؟ والله هيك قاعد تقول لا اجرب واحد. نرجع بنعيدهم. امرؤ القيس ولا حسان بن ثابت ولا المتنبي؟ حسن بن ثابت. حسان بن ثابت. يلا رمضان كريم وينعاد علينا وعليك. جائزتك مقدمة من مؤسسة بكرة أحلى. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم، الله يسعدك. أكثر شيء بتحبه بشهر رمضان؟ اجواء رمضانيه مثل شو؟ ما في شيء محدد يعني بشكل عام كله رمضان. هذا شو؟ الاجواء الرمضانيه، التراويح، قاعد نلمع الفطور تمام، يعني إن كان نلمع الفطور والتراويح. طيب هلا في طقس رمضاني معترف عليه، ما بعرف اذا انتم معه ولا لا، بس هلا رح لانه في خلافات، فريق مع هذا الشيء وفريق لا. اجتك رسائل وصوره بتعايد برمضان؟ هاي الصور المعايدات وصلتك؟ وصلتك؟ طيب انت رديت على الكل؟ طبعا بترد طبعاً على الكل؟ ببعد على الكل. وبتبعت منها؟ لا ما بعرف. طب ليش رديت يعني انت مع هذا الطقس ولا لا؟ انا مع هذا الطقس، بس انا بدي اهني حدا في رمضان، يا بحكي اتصال يا بكون شايفه انه هاي الصوره انه بجوز ما حملها وبجوز ما اشوفها. ايه يعني على اضمن. هات شو بعتت بس كلام مو صور. نعم. ايه شو كتبت لي؟ مين بعد الطيب؟ لاخوالي قرايبيني وهيك. طيب اليوم في ناس بتحدد تحديد وبترسل للكل، هاي لا. معايده؟ لا ما في ناس كانت عم بتدافع عنها انه ايه انا اقل شيء انه انا عايدت وشاركت وحبيت لك كل عام وانت بخير. بجوز انه عائلت بدون قصدي، يعني بحط رفع عتب. شو؟ ما افاد الحكي عنه تحديد الكل، انا سأل ما طالع من قلبي يعني. نعم. اول شيء سكبة رمضان كريم من ملحمة ومعجنات الخطيب. معي سؤال موجه لك. تمام. طبعا هو هذا اخر سؤال وجائزة مادية مقدمة من مؤسسة بكرة احلى. من هو الصحابي الجليل الذي لقب بسيد الشهداء؟ سيد الشهداء سيدنا حمزة. بحث معي. ما شاء الله عنكم، بارك الله فيكم. جائزتك مقدمة من مؤسسة بكرة أحلى. رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم. يعطيكم العافية. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. اليوم طالعين نحن في برنامج سكبة رمضان. طبعا نحن معنا أسئلة وأجوبة ومعنا كمان دردشة مع العرب. هلا بس ندردش بتقول لي قول رمضان كريم. رمضان كريم. خلص انتوا اثنين ربحتوا معي سكبة رمضان اليوم، بس احنا بدنا ندردش شوي. تفضل. أكثر شيء بتحبه برمضان؟ بس يقولوا لك رمضان بتقول بتتذكر هذا الشيء بهذا الشهر اللطيف. لمة العيلة على الفطور وعلى السحور، لمة حلوة وقت اللي بيكونوا مجتمعين كل العيال سوا. شو؟ والله لمي ما في احلى من ابناب، اما جو رمضان له ميزه خاصه يعني ما في احلى منه. مثل شو؟ العباده، العبادة، القرآن، تجمع الاولاد والناس حولك، تتذكر ايام قديم. اقل شيء بيلتغى شيء اسمه جوال وقت الفطور ووقت القعده، ما بضل فيه يعطيني جوال وبلشين يلا يلا يلا. يا سلام. وصلنا على السؤال. وصلنا اليوم للسؤال المحرج اللي احنا بدنا نساله اليوم. تفضل. اليوم وصلتك معايدة على الجوال؟ معايدات على الجوال؟ اكيد. رديت على الكل؟ لا.
طيب عندها النقطه، انت مع هذا الشيء ولا ضده؟ انه انا اليوم بتحب الناس اليوم تتصل فيك تعايدك، ولا انه تبعت لك هاي الرساله مكتوبه كتابه، ولا انت شو مع هاي الصوره اللي بيبعتوها؟ هلا مع الصوره مو بطالع انه بتذكرك الواحد، بس بضل وقت اللي بيكون في اتصال احلى واحلى بتكون. لانه هو عم يحط تحديد الكل ويرسلهم. هي وقت اللي بيكون انت عم تصلك لشخصيتك لك، مو مثل الوقت اللي عم يحدد الكل ويرسل. انت بعت صور؟ لا ضد هاي المشروع؟ ما بعت لحدا. شو يعني بعتت، اكيد بعتت مع هذا الشيء. مش انا لا معه ولا ضده. هلا في شيء سلبي في شيء ايجابي. اليوم في الحياه كل شيء له سلبيات له ايجابيات. جيد انه انسان يتذكرك ويبعث لك صوره حتى اذا كان محدد للكل وبعتها، معناته هو انسان. الغاية من هالموضوع شو هو؟ انه الخار، انه انا عم اتذكر انه اشارك هالشيء. تمام تمام، انا رح اجي معك، بس هو حدد الاسماء كلهم وحط صوره وارسلها. نعم. هو انا اليوم انا لو متذكرك، طبعا هاي وجهه نظر انا عم دافع عنها. في ناس مع هاي وجهه نظر، في ناس بيقول لك انه ليش ما انا اخذ واعطي. جاي لعندك خالدي، يلا ليش ما انا اخذ واعطي ودردش اقول لك رمضان كريم. جيد جدا. يعني هلا انا اذا فتحت عندي على الاصدقاء كم عندي صديق هو هذا طبعا كثير. مو رفع عتب صارت صح. اذا بدي اقعد اناقش انا بدي بلش في اول يوم رمضان بدي اخلص على العيد. طيب تمام. شلون هيك تمام. اول شيء قلنا لك قلت رمضان كريم، فهي سكبه رمضان من فرن ومعجنات جلال الخطيب. سكبه محبه من فرن ومعجنات الخطيب. بارك عليكم الشهر. الله يسعدك يا رب. علينا وعليكم العافيه. الله يسعدك يا رب. يعطيك العافية. كيفك خالتي؟ يا هلا كيفك؟ ما شاء الله حاملة أغراض الطبخة. شو طبختك؟ طبختي شيخ المحشي ورز. شيخ المحشي ورز، الله ريته ألف صحة. قلبك. اليوم طالعين احنا ندردش مع العالم. ما بعرف شفت الحلقة الأولى من برنامجنا؟ ايه شفتيها؟ عجبتك؟ يعني عجبتك الفكرة؟ ايه شو شفتي منها؟ شو أكثر شيء عجبك فيها؟ عجبني انه الناس عم تحكي في بساطه شو صاير معها، شو امورها، شو ايوه، ونحن وضعها. هاي اللي طالعين نحن ندردش فيه. اليوم نحن سؤالنا بالحلقه الثانيه او دردشتنا بالحلقه الثانيه عم نسال على اجواء رمضان. خالتي اليوم اكثر شيء بتحبيه برمضان، اكثر شيء بتحبيه بهذا الشهر بطقوس شهر رمضان شو؟ هيك العيله وقت اللي بتلم على السفره وكلنا بنكون مع بعضنا سوا. اللي بيميز رمضان هي هيك انه العيله كلها بتكون مجتمعه على السفره سوا. في شيء ما بتحبيه بشهر رمضان تقول انه لا يا ريت هذا الطقس انه لا؟ كتر الاكل اللي بنحط على السفره يعني كثير مبالغ فيه. مبالغ ايه، بقول لهم يا ريت. يعني انا وقت بزيد الاكل يعني بزعل. وصلتك معايدات اليوم على الجوال؟ ايه من اخي. ايه هاي الصوره بتبعتيها انت للعالم؟ ايه بحولها. ايه بتحوليها؟ ايه. طيب انه اليوم بتعطي تحديد للكل وبتحوليها؟ نعم. رديتي على كل الصور اللي اجتك؟ اليوم لا. ما يعني هن لما عايدوكي رديتي على الكل؟ لا. عمي رديتي؟ رديت على اخواتي بس قبل الكل. يعني ايه بس على اخواتي طيب نحن اليوم نقاشنا بهاي الحلقه، انت مع انه الواحد يحدد صوره ويبعثها، او انه لكل شخص بشخصه يفوت ويحكي معه ويدردش ويعايده؟ لا هلا يحدد صوره ويبعتها بصير في شويه تقارب من الناس، اما يقعد يفوت في يعني الناس كلها ما بدها هالشغله هاي، انه عايدني وخلص. يعني كلها ما اللي حد برايك انه خلص ارسل الصوره وخلص. ارسل الصوره وخلص، يعني كانه هيك قضيانهم الناس يعني عم تعايد. قضيانهم رفع عتب. طب ليش عملتها اذا رفع عتب؟ لا هي صايره يعني رفع عتب وبدهم يزعلوا اذا ما عايدتهم في شهر رمضان. باركت لهم في الشهر. هاي سكبة رمضان من فرن وملحمة الخطيب. تمام؟ رمضان كريم. ينعاد علينا وعليك يا رب. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. هلا اليوم بس يقولوا شهر رمضان المبارك، شو اكثر شيء بتحبي بشهر رمضان؟ القطايف. طب شو في احلى شيء بشهر رمضان؟ احلى شيء التراويح. صلاة التراويح والقطايف. هذا بالنسبه لك؟ طبعا. طيب تمام. وصلتك رسائل من هاي الصور والمعايدات؟ طبعا اكيد. انت مع هاي الرسائل ولا انه بتتمنى انه يكتب لك كتابه؟ لا مع الرسائل. مع انه يبعث لك صوره بتردي على كل الصور اللي بتجيك؟ لا مو على الكل. طيب ليش ما بتردي على الكل؟ اي لانه
بيجوني رسائل كثير، شو بدي ارد طيب هذا حكينا، هذا حكي يعني انت عم تقولي لي معه وانه لا مو معي، يعني انه قصدك انه عم تلي بيجيك رسائل برد على شيء وعلى شيء ما برد. طيب على مين بتردي؟ يعني شو بدي لك، يعني اخواتي مثلا. وعلى مين ما بتردي؟ اللي بعيدين شوي عني، يعني مثلا مو اللي دائما بيراسلوني احيانا. هلا هي فكرتها انه بيحطوا تحديد والكل وبيرسلوا، عرفت شلون علي؟ فهي انه هون ليش ما انا بعايده للشخص بكتب له او بتصل له مو أزبط؟ طبعا اكيد الاتصال أزبط. الاتصال أزبط يعني مو مثل المعايد العادي. لا اكيد لا. طيب هلا اول شيء ربحتي معنا سكبه رمضان من فرن وملحمه جلال الخطيب، هاي سكبه هو حبي لكم رمضان كريم. سلم الايدين. بس يقولوا ثبتوا شهر رمضان، شو اكثر شيء بتحبيه بشهر رمضان؟ والله انا احب شهر رمضان، كل شيء فيه احبه. هذا اللي شو احب لانه خيراته كثيره، ولانه فيه الايمان وفيه الناس تصير تحن على بعضها، واحبه يعني في موده وفي رحمه في موده وفي رحمه، والناس تحن على بعضها شوي، ويعني احسه شهر مفضل من دون الاشهر، يعني بالنسبه لي انا احسه شهر ما في منه. طيب تمام. اليوم عايدتي حدا الاقارب عايدتيهم؟ والله امي بالحسكه حكيت معاها، جوزي عسكري حكيت معاه، اخويا مسافر حكيت. طيب انا بدي اتوجه لكل الناس بتحبيهم، شو بتحبي تقولي؟ انا بحب عايد اهلي وعايد جميع سوريا، اقول لهم كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم سالمين، والله يحمي هالبلد وجميع هالبلد. امين يا رب. رمضان كريم علينا وعليك. سكبة رمضان مقدمه من فرن ومعجنات جلال الخطيب، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. يعطيك الف عافيه. رمضان كريم علينا وعليك. ينعاد عليك في الصحه والعافيه. سكبة رمضان مقدمة من ملحمة ومعجنات جلال الخطيب بشارع أمين. حبي لكم رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. شفتوا الآراء متضاربة بين بعضها، ناس بتأيد فكرة إنه تعايد بالصورة، وناس بتأيد إنه لا هذا الشيء مو صحيح ولازم تفوت تعايدني بشكل شخصي. أنتوا كتبوا لنا بالتعليقات وقولوا لنا إذا هذا الشيء صح أو لا، أو هو طقس محبب لكم أو لا. وبالنسبة للراكيتا أنتوا شو من جماعة بتحبوا الراكيتا ولا تكرهوا هذا الطقس كمان برمضان؟ رمضان كريم، وانتظرونا بحلقة جديدة من سكبة رمضان من إيجابي مع فؤاد. سلام.